السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، جدًا من الفيديو اللي فات، فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما أنتم شايفين بقى هنعمل النهارده مجموعة محاشي كده، عايزة أقول لكم بقى لنا ياما أوي ما كلناش محشي، فقُلت بقى إيه، أعمل ورق عنب بقى زي ما أنتم شايفين أهو، على كوسة، على بتنجان، على فلفل، وكان عندي فرخة طلّعتها أهو شويتها وعاملاها بتتبيلة حلوة أوي، أوي، أوي. بُصّوا المحشي عامل إزاي، تحفة، تحفة، تحفة. وعايزة أقول لكم كمان ورق العنب اللي أنا عملته ده، اللي أنا كنت فرزنته وعملت لكم الفيديو بتاع تفريز الورق العنب. يالّا بينا بقى إيه، نشوف المحشي بتاعنا ده هنعمله إزاي، وهنعمل التتبيلة بتاعة الفرخة بتاعتنا إزاي. أنا هاعمل لكم بقى تتبيلة حلوة أوي، أوي للفرخة بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. بُصّوا زي ما أنتم شايفين أول حاجة بقى هنعملها في الخلاط كده هنحط معلقة كبيرة من التوم المفروم، وبصلاية كبيرة، وهنحط طماطم، وحطيت قرن فلفل حامي، لو مش بتحبي الحاجة حامية ممكن تستغني عن الفلفل خالص، دي حاجة اختياري يعني، تمام كده؟ وهنبتدي ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، التوابل بتاعتنا عبارة عن إيه؟ هنحط بقى ملح، وهنحط فلفل أسمر، هنحط كمون، هنحط كزبرة، هنحط بقى كركم، هنحط بابريكا، هنحط زعتر. وهنحط من كل حاجة من التوابل دي معلقة صغيرة، معلقة شاي صغيرة، طبعًا لو حابة تحطي أي إضافات تانية من التوابل زي ما تحبي بقى حطي، يعني دي حاجة بتاعتِك أنتِ. تمام كده، بعد ما نحط التوابل بتاعتنا دي كلها، هننزل بمعلقتين كبار من الخل أهو، وهناخد بقى الحاجات اللي في الخلاط دي كلها نضربها كويس مع بعضها. طبعًا هنا بعد ما أضرب الحاجات دي كويس، أنا معايا فرخة منضّفاها ونقعاها ومخلّيها زي الفل ومقطّعاها، هارُصّها بقى في الصينية، وبعد كده بقى نشوف هنعمل إيه، أهم حاجة حطّوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة، صلّوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما أنتم شايفين معايا الفرخة أهو، رصيتها في قلب الصينية، وهابتدي بقى أنزل بكل الخليط اللي في الخلاط ده على الفرخة بتاعتي وهي في الصينية كده، أهو بالشكل دوّة. طيب الفرخة بتاعتي دي أنا هاسويها إزاي؟ أنا مش هاحطها في الفرن، أنا هاخد الفرخة زي ما هي كده وأحطها على البوتاجاز أغطيها بورق فويل أو بأي صينية تكون كبيرة، المهم تغطيها تقفّلي عليها كويس، وهتحطي نُص كوباية مَيّة مع الخليط دوّة، وتسيبيها بقى على البوتاجاز يعني إيه، على نار متوسطة مش نار عالية ولا نار هادية، لحد لمّا تستوي، وبعد لمّا تستوي هتدخّليها تحت الشواية لحد ما تاخد لون. عايزة أقول لكم هتاكلوا أحلى فراخ، أحلى من اللي أنتم بتجيبوها من المطعم، زي الفراخ المشوية بالضبط، اعملوها بس بالتتبيلة دي هتعجبكم أوي، 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 وهيطلع طعمها حلو مش هتاخد معاكم وقت، ولو حابين إن أنتم تسيبوها يعني حوالي ساعة في التتبيلة أو ساعتين ما فيش مشكلة، لو أنتِ مستعجلة ممكن إن أنتِ تتبّليها وتحطيها على طول على البوتاجاز ما فيش أي مشكلة، كل التوابل هتخش في الفرخة بتاعتِك وهتبقى أحلى فراخ أكلتيها في حياتِك، جرّبوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم، زي ما أنتم شايفين رُحنا بقى على البوتاجاز ومعانا حلة أهو، وحطيت فيها السمنة أو الزبدة وأي مادة دهنية بقى حابة تحطيها، وشوية من الزيت، وزي ما أنتم شايفين قطّعت البصلاية بتاعتي أهو تقطيعة صغيرة أو تعمليها في الكبة، وبعدين هنبتدي إن إحنا نقلّب البصل ده كلّه في قلب الحلة كده لحد لمّا يدبل ويصفر كده معانا، وبعدين ننزل بالطماطم بتاعتنا عشان خاطر هنعمل التسبيكة بتاعة المحشي، تمام كده؟ هنحط معلقة كبيرة من الصلصة، وهننزل بشوية من الملح، وشوية من الفلفل الأسمر، بس كده ونسيبها لحد لمّا تتسبك مع نفسها. وآدي التسبيكة بتاعتي اتسبكت أهي، هنبتدي بقى إيه، نحط الخضرة بتاعتنا، عايزة أقول لكم أنا لسه مطلعاها من على البوتاجاز وهي لسه سخنة الصلصة، هننزل بقى بالخضرة بتاعتنا اللي هي عبارة عن إيه، عبارة عن كزبرة، بقدونس، شبت، أهو هنقلب الكلام ده كله على بعضه، ولمّا تبرد خالص الصلصة بتاعتنا هيكون الخضرة بتاعتنا دبلت من السخونية بتاعة الصلصة، لمّا تبرد خالص نبتدي بقى إيه، ننزل على الرز بتاعنا بالخلطة ديّة، أهو. بالشكل ده، ونقلّب بقى الكلام ده كلّه على بعضه عشان خاطر نحشي المحشي بتاعنا الحلو ده، أهو، نقلّبها بقى كويس جدًا، ونبتدي بقى إيه نحشي المحشي بتاعنا،
هنعمل الكوسة، هنحشيها وهنحشي طبعًا الفلفل بتاعنا. عايزة أقول لكم باجي أحشي الكوسة مش باحشيها كلّها، باسيب يعني حوالي عُقلة كده مش محشية، يعني تحطّي إيدِك كده جوّه الكوساية تبقى عُقلة مش محشية عشان خاطر الرز بينفش، لمّا تحشيها على الآخر ما يبقاش الرز طالع برّه ويبقى شكلها مش حلو. تمام كده. عايزة أقول لكم بقى إن أنا إيه، يعني هاحشي الكوسة وهاحشي الفلفل والبدنجان وهاسويهم كلّهم في حلة واحدة. يعني مش هاسوي الفلفل مثلًا لوحده ولا البدنجان لوحده ولا الكوسة لوحدها، لا، 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 لأ، كلّه مع بعضه في حلة واحدة وهتاكلوا أحلى محشي. جرّبوه بالطريقة دي هتعجبكم أوي، أوي، أوي. أنا هاخلّص بقى الحشو بتاع الفلفل والحشو بتاع الكوسة، وبعد ما أحشي البدنجان هاخده بقى وأروح على البوتاجاز عشان أدّي له تقليبتين كده في الزيت، عشان خاطر تاكلوا بقى إيه، أحلى بدنجان محشي. بُصّوا، أنا البدنجان باحشيه قبل ما أقليه في الزيت، والحشوة ديّة يعني مش باحشيه جامد، يعني زي ما باقول لكم كده باسيب عُقلة مش محشية من البدنجانية. وبعدين هاقليه في الزيت. طيب في ناس بتقلي البدنجان قبل ما تحشيه. لأ، جرّبي كده اعمليه بالطريقة دي هيسهّل عليكِ، لإن أنتِ لو قليتيه الأول وحبيتِ تيجي تحشيه، هتلاقي بقى إيه، إن هو بيمسك في بعضه كده ويدوّخِك في الحشو. لأ، فأنا باعمله كده الأفضل يعني أنا بالنسبة لي إن أنا باحشيه وبعدين أدّي له تقليبتين في الزيت. أهم حاجة إن أنتِ ما تقليهوش جامد في الزيت، لأ يا دوبك ياخد تقليبتين، ياخد السخونية بتاعة الزيت كده تقليبة، وتقلبي على الناحية التانية تقليبة واحدة عشان خاطر ما يتهراش منِّك. عايزة أقول لكم هتاكلوا أحلى محشي بدنجان، والله اعملوه بالطريقة دي هتاكلوه وهتدعوا لي. عايزة أقول لكم وأنتم بتاكلوه كده زبدة، طعمه تحفة، 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 وطريقته سهلة جدًا. واوعي تقليه قبل ما تحشيه، يعني احشيه وبعدين اقليه. وزي ما قُلت لكم ما تقلوهوش يعني يتهرى منكم، لأ، عشان لمّا تيجي تسويه ما يبقاش مهري وما تبقى الجلدة اللي فوق دي ما تطلعش، يعني أمّا تيجي تسويه ما تطلعش ويتهرى منِّك. يعني هو يا دوبك ياخد تقليبتين فقط لا غير، أهو زي ما أنتم شايفين. وطبعًا أنا حطيته في صينية كبيرة عشان خاطر إيه، يبرد بسرعة عشان عايزة أخلّص المحشي بقى، عشان أنتم عارفين يوم المحشي ده بيبقى غلبة وبياخد وقت كبير جدًا، جدًا بقى مع تقوير المحشي بقى وتقوير الكوسة وتنضيف الفلفل. عايزة أقول لكم المحشي ده بالذات يعني أنا دايمًا باحب أحضّر له من قبليها بيوم. يعني باجيب الحاجة وأقوّر الكوسة بقى والبدنجان وأنضّف الفلفل وأعمل كُلّه من قبلها بيوم. هنبتدي بقى نرُص إيه، المحشي بتاعنا الحلو ده كُلّه في الحلة أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة، أهو شايفين الجمال؟ توقّفوه كده. هاحُط له بقى الشوربة بتاعته وبعدين أحُطّه بقى إيه، على النار لحد لمّا يستوي. يبقى كده خلّصنا الفرخة بتاعتنا وأنا حاطّاها على النار لحد لمّا تستوي، وعملنا المحشي وحطيته على النار. نبتدي بقى إيه، نعمل بقى إيه، المحشي الورق العنب. الورق العنب دوّة كنت فرزنته معاكم وعملت لكم فيديو التفريز بتاع ورق العنب. أهو هنحشي المحشي بتاعنا ده إزاي. أنا باجيب بقى ورق العنب، باجيب الناحية الخشنة دي هي اللي باحط فيها الرز بتاعي وباخلّي الناحية الناعمة من برّه. أهو هنقفّل عليه من الجنبين كده أهو زي ما أنتم شايفين، وبعدين نبتدي نلفّه على الصينية أهو بالشكل دوّة. أهو شايفين المحشي عامل إزاي؟ تحفة، تحفة، تحفة. اعملوه بالطريقة دي هتلاقوا كل محشيّاية كل يعني صوبع قد التاني من ورق العنب. هيبقى شكله حلو أوي، أوي، وهو مرصوص كده قد بعضه. أهو بُصّوا بنحط بقى الرز في النُص كده ونقفّل عليه من الجنب ده ومن الجنب ده، وبعدين نلفّه بالشكل دوّة. أهو بُصّوا ما بياخدش أي وقت ولا أي مجهود، عشان في ناس كتير جدًا، جدًا مش بتعرف تلِف ورق العنب، وخصوصًا البنات اللي لسه متجوزين جداد. فطريقته سهلة وبسيطة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا أنا رصيته أهو في الحلة، هاحط بقى عليه الشوربة بتاعته وبعدين أسويه وبعدين بقى نرجع لكم تاني نشوف المحشي الحلو بتاعنا ده. أهو بُصّوا بعد ما استوى مدخّن أهو، تحفة، تحفة، تحفة. وآدي الكوسة والبدنجان والفلفل. هناخد بقى الكوسة بتاعتنا، عايزة أقول لكم سخنة مولعة أهو، هناخدها بقى نرصها كده في الصينية. مش باقول لكم يوم المحشي ده يوم غلبة، عايز يوم لوحده ما يكونش وراكِ أي حاجة في البيت تعمليها، غير عمايل المحشي وبس، تعمليه على يومين. بُصّوا أنا معايا هنا معلقة كبيرة من الصلصة، حطيت عليها شوية من الفلفل الأسمر وشوية من الملح، وأقلّب الكلام ده كله على بعضه، وابتدي بقى آخد الخلطة ديّة وبالفرشة أهو زي ما أنتم شايفين، وهابتدي أدهن وش الكوسة أهو بالشكل دوّة.
لان في ناس كتير مش بتحب تاكل الكوسه، وخصوصا ولادنا يقول لك لا الكوسه طعمها ايه، يعني طعمها كده محلون شويه. فانت ما تعمليها بالطريقه دي وتحطي لها الملح والفلفل الاسمر والصلصه، بيديها طعم حلو كده بمزازه. فهتلاقيهم سايبين المحشي كله وبياكلوا الكوسه. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. هناخدها بقى كده زي ما هي بعد ما حطينا لها الصلصه، ونحطها تحت الشوايه يا دوبك تاخد لون، بس ما تتحرقش، تاخد لون. وبعد كده بقى نشوف المحشي بتاعنا الحلو ده اهو. ادي المحشي بتاعنا بعد ما خلصناه، عملنا الفلفل، عملنا الكوسه، عملنا البدنجان، وادي الحله بتاعت ورق العنب. بصوا حاجه كده فاخر من الاخر، تحفه تحفه تحفه، ريحته وطعمه حاجه كده تجنن اهو. شايفين؟ شامين؟ شامين روايح المحشي عامله ازاي؟ وادي الفرخه بتاعتنا بعد ما شويناها. عايزه اقول لكم كانت طعمها حلو قوي 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 اهو. وده بقى كان الغدا بتاعنا النهارده. اللي عايز ياكل محشي يتفضل عندي بقى يجي اعمل له احلى محشي. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوه، ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتعمليه على الكل عشان خاطر يوصلك مننا كل جديد. شايفين المحشي حاجه كده فاخر من الاخر اهو. بصوا بدنجانية ولا اتهرت ولا حصل لها اي حاجة. بصوا بتتقطم ازاي. وادي الكوسة كمان شايفين. عايزة اقول لكم طعمها وشكلها وكل حاجة حلوة فيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.